وعائلات المعتقلين والمناظرين الشرفاء اللي حاضرين في هذه الوقفة أن الاعتقال السياسي أداة استعملها النظام ولا زال يستعملها من أجل ذبح الأصوات التقدمية الحرة المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، لكن لم يستطيع أن يفلتنا لا سواء بالسجون لا بالاغتيالات. دم الشهيد كمال الحساني يجري في عروقنا، دم شهداء الشعب المغربي يجري في عروقنا، معاناة المعتقلين نعانيها رغم أننا خارج السجن الصغير ونتواجد في السجن الكبير. أما الاعتقال فنحن معتقلين أصلا، وسواء بين 4 جدران أو بين أكثر من هذه الجدران. نحييكم عاليا الصمود، كل الصمود للمعتقلين السياسيين وخاصة رافد الموت العام العام. الحرية لهم، عاش الشهداء، عاش الشعب المغربي، وكلنا مستعدون للاستشهاد ومستعدون للاعتقال. لن نقاوم الاعتقال، إن كانت لهم الجرأة فليأتوا الآن ليعتقلونا وليحاكمونا في محاكمهم الشرعية التي لا أساس لها من عدالة. كما قلت يدعونا يحاكمونا يديروا علينا الصلاحية، لأننا لم نعترف ولن نعترف بهذه المحاكمات وهذه المهازل التي تدور من داخل المؤسسات الرجعية بهذا النظام. دمتم للنضال يا أوفياء المجلس الشهداء والسلحكم عاليا.